كلمات الشاعر الرائد شريف العطاوي، ألحان وأداء عطية السعدي. باسم المقام وباسم زهران غالين المقام، وشيوخ زهران العناصي وقادات الصفوف، يا مرحبا ترحيبة كلها حب وسلام، ترحيبة من طيب خاطر نرددها ألوف. يا مرحبا ترحيب ما هو بحي الله كلام، يقال على الماشي وحسب المواقف والظروف. باسم المقام وباسم زهران غالين المقام، وشيوخ زهران العناصي وقادة الصفوف، يا مرحبا ترحيبة كلها حب وسلام، ترحيبة من طيب خاطر نرددها ألوف. يا مرحبا ترحيب ما هو بحي الله كلام، يقال على الماشي وحسب المواقف والظروف. ترحيبنا يظهر من القلب وبكل اهتمام، يكرم الضيفان والواجب انواع وصنوف. يا مرحبا باسم الشجيع الكريم ابن الكرام، عنش سعود الضيف والجار وسخي الكفوف. اولاد سعد لبس جنبه ودرعه والحزام، واللي معاه اولاد سعد منين يجي خوف. وقفاتهم بين القبايل في الصف الامام، وافعالهم واقوالهم بالجنابه والسيوف. وباسم ابو صالح نرحب بكم ترحيب عام، يا مرحبا واهلا وسهلين يا جمع الضيوف. كل القبايل والمشايخ لهم من احترام، والفضل لله ثم للي لهم معنى وقوف. حضوركم ومشاركتكم لنا تاج وسام، معنى الشكر نعجز وتعجز عبارات وحروف. هذا هو المنطق وقبل النهاية والختام، يا مرحبا ترحيبة وصفها فاق الوصول. شرفتمونا يا الضيوف العزيزين الحشام، وزيارة الغالي لمغليه ما فيها كلوف. باسم المقام وباسم زهران غالين المقام، وشيوخ زهران العناصي وقادة الصفوف، يا مرحبا ترحيبة كلها حب وسلام، ترحيبة من طيب خاطر نرددها ألوف. يا مرحبا ترحيب ما هو بحي الله كلام، يقال على الماشي وحسب المواقف والظروف. ترحيبنا يظهر من القلب وبكل اهتمام، يكرم الضيفان والواجب انواع وصنوف. يا مرحبا باسم الشجيع الكريم ابن الكرام، عنش سعود الضيف والجار وسخي الكفوف. اولاد سعد لبس جنبه ودرعه والحزام، واللي معاه اولاد سعد منين يجي خوف. وقفاتهم بين القبايل في الصف الامام، وافعالهم واقوالهم بالجنابه والسيوف. وباسم ابو صالح نرحب بكم ترحيب عام، يا مرحبا واهلا وسهلين يا جمع الضيوف. كل القبايل والمشايخ لهم من احترام، والفضل لله ثم للي لهم معنى وقوف. حضوركم ومشاركتكم لنا تاج وسام، معنى الشكر نعجز وتعجز عبارات وحروف. هذا هو المنطق وقبل النهاية والختام، يا مرحبا ترحيبة وصفها فاق الوصول. شرفتمونا يا الضيوف العزيزين الحشام، وزيارة الغالي لمغليه ما فيها كلوف. باسم المقام وباسم زهران غالين المقام، وشيوخ زهران العناصي وقادة الصفوف، يا مرحبا ترحيبة كلها حب وسلام، ترحيبة من طيب خاطر نرددها ألوف. يا مرحبا ترحيب ما هو بحي الله كلام، يقال على الماشي وحسب المواقف والظروف. ترحيبنا يظهر من القلب وبكل اهتمام، يكرم الضيفان والواجب انواع وصنوف. يا مرحبا باسم الشجيع الكريم ابن الكرام، عنش سعود الضيف والجار وسخي الكفوف. اولاد سعد لبس جنبه ودرعه والحزام، واللي معاه اولاد سعد منين يجي خوف. وقفاتهم بين القبايل في الصف الامام، وافعالهم واقوالهم بالجنابه والسيوف. وباسم ابو صالح نرحب بكم ترحيب عام، يا مرحبا واهلا وسهلين يا جمع الضيوف. كل القبايل والمشايخ
زادتم لنا تاج وسام، معنى الشكر نعجز وتعجز عبارات وحروف، هذا هو المنطق وقبل النهاية والختام، يا مرحبا ترحيبة وصفها فاق الوصول، شرفتمونا يا الضيوف العزيزين الحشام، وزيارة الغالي لمغليه ما فيها كلوف، وزيارة الغالي لمغليه ما فيها كلوف.